تصدر تلقى الممثلة الأسبانية هبة عبوق من نجم كرة القدم أشرف حكيمي خلال الفترة الماضية عناوين الصحف بعد ورود أنباء عن تقديم امرأة تبلغ من العمر 24 عاما شكوى ضد ظهير باريس سان جيرمان. اتهمت المرأة أشرف حكيمي بأنه اعتدى عليها جنسيا بينما كانت الممثلة الشهيرة بعيدة مع أطفالها، وأعلنت بعد ذلك انفصالها عن أشرف حكيمي وطلبت بنصف ثروته وأملاكه خلال طلب طلاقها. لكن المفاجأة كانت عندما علمت هبة عبوق إنه ليس لدى زوجها السابق أي شيء باسمه وفق تفاصيل جديدة كشفتها مجلة فيرست بيج الفرنسية ونقلها موقع ماركا بالإنجليزية. وقالت المجلة إن المستفيد من راتب وثروة حكيمي ليس سوى والدته التي كانت تتقاضى أجره في حسابها المصرفي منذ عدة سنوات. وعلى الرغم من أن الأخبار أثارت ضجة في أسبانيا وفرنسا والمغرب، فإنه من المعروف أيضا أن هبة عبوق ليست في وضع تحتاج فيه إلى جزء من ثروة زوجها السابق لا تتمكن من تغطية نفقتها حيث لديها ثروة من ملكها. يذكر أن الممثلة الأسبانية كشفت في بيان الشهر الماضي إنها ستقف دائما إلى جانب الضحية